أعطيتك اليوم بلا انقطاع كليتي يا خادم المطاع أدخلت في جيبك يا مولاي كليتي فلتكفني البلايا فزت بصرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدرك فزت بصرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدرك كن فيكون لك خات خير الرسول الانتقاد وبكفاس سخط خات ولم يكن به مسرك لم يخفى عند المؤمنين كونك عب المسحنين يا أم خير المحسنين مخصومة من سرك يقودني للمتقي ما أنك فضلا خطوك فزت ببسر المدعك كل تقي المدرك وجدتك اليوم بما يديم لي خودا بما إلى احتواء سبما من خير قصد دارك أنت سلالة الكرام ما أمنا وكل حرام وأنت ذات الاحترام بلانتقان لسرك سكر ربنا الكريم سنك شكرا لا يريم ابنك نال ما يروم عند الذي لم يدرك رمت بسام حبك ردا يديم قربك من رب ذات الحبك موت الهدى ونسك بالعز كن فيكون طلبت منه أن يكون لكن نسام صاركون وأن يتيب من سكن يا أم روح المالك يا أم جال العالك ابن كلاب عالك هدى الأل المماسك بارك فيك ذو الجلال وفي ابنك نافي الضلال بما يخلد الحلال لقارئ مماسك هديتي خسبلا رد كما تقبلا عند كريم قبلا من جدك المستبرك هديتي خسبلا رد كما تقبلا عند كريم قبلا من جدك المستبرك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أمنا لمنزل لنا ودايها ومنزل سفاء والدوايها حمدا لمنزل لنا ودايها ومنزل سفاء والدوايها من أمر العباد بدعائها ليدفعوا به عن البلايا ثم على من أيزما ثمر يا ربي لابد وفاس بالقرار محمد طبيب الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم هو غالي وصاب الظالم عليها ما تجس الأسخام لسفايها هذا وإن اليوم سول وجهها مبتقيا أو المجيب دايها وأستكي إليهما من الضرر خمرزني أتى أراني مقتدرها
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع لنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمني رمضان الله سمي الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهدنا إيمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على طاعتك وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا مغفر يا من له أمر الورى يا دافع أنت التفاق ما كان دايما ولا تؤملنا بالابتلاء وأنزل النفح ما كان الضر وأنزل الخير ما كان السر وأنزل العلم ما كان الجهل وأنزل الجود ما كان البخل وأنزل الخنا ما كان الفقر وأنزل الشكر ما كان الكفر واتف جميع المسلمين أجلا سمتهم خوفا وحسنا أجلا وناجهم وهابهم والتوبهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدرها على بلائك لضعف يسرها قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى خدها لكنما تلصص الجوارئ أفداهم لأخبي الخبائه ولا توقسم بما لا ينقذك ولهم أبلتي لا ينفوك هي الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأخرنا بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم قدوى واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ناتعين واجعل جميع ناتئين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين وأخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وأخرنا بحبهم لوجهك وأخرهم بحبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمتي يوم تداد نسبي واجعل لنا هنا وهنا أذى ساببة تفضلا ونقضى واجعل لنا هنا وهنا أذى ساببة تفضلا ونقضى وأبلنا المكارم الأخلاق ما محبوب بلا سقاق وأبلنا المكارم الأخلاق ما محبوب بلا سقاق وجعل ساقرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين لساقر واجعل قلوبنا على تودد بلا تناصح ولا تعاسد ولا تقاسم ولا تدابري ولا تباخد ولا تنافر أتى نزيرا مسلمين القاضين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وحد وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا
يا ربنا حسن الختام هدى مماتي وخدا يوم القيامة بجاه خير من صفى الأمر دوا ووهب المرخوب والأغراض محمد طبيبنا الأمام المبرئ الأمراض والأسام محمد طبيبنا الأمام المبرئ الأمراض والأسام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المسخول بدعاء ووفي المريض بذبائها وللناس أيضا سادة لو صفاء وفدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب صفائها ودم عليه في المساء وسباء وأخلصا تنال صفاء وفلا بإذن ربنا وجاه مصطفى صلى عليه ربنا كما صفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى وجل أريمنا أريما آمنا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجعل أريمنا أريما آمنا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجعل الخير من الجهات الشتي وفيها عن الآفات واجعل الخير من الجهات الشتي وفيها عن الآفات هدني عن سيطان يا جليل ومسكني وكل ما أحول يا الله يا حفيظ يا سلامري يا فايق الخلق من بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وكسى دنياي ما أخرايا ففيهما أن اصرف الرسايا واصرف أصحاب النار عن جملة من بيتخلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إثنا ودأبا يا سمد توالني ولا تكني للأحد ورم جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم نصر مدى على محمد وسيلة لك ولي حسن الختام عندك ولتتري في صلاة الإصابة عن آله وأبل الإجابة صلاة والسلام على رسول الله أعطيتك اليوم بلا انقطاع كليتي يا خادم المطاع أدخلت في جيبك يا مولاي كليتي فلتكفني البلايا